يا اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. ينعاد عليكم الايام بخير. معاكم كحك ستي وكحك جدتي يعني وكحك امي، كحك زمان من غير اي افتكاسات. دلوقتي هنجيبه 3 كيلو دقيق او على حسب الكميه اللي انت عايزاها. انا هقول لكم المقادير على حسب الكميه بتاعتي. 3 كيلو دقيق هيبقى عليهم كيلو ونص سمنه، يعني كل كيلو دقيق بياخد نص سمنه. ده لو انت عايزاه ناعم، اللي هو الناعم خالص زي اللي بنجيبه من بره. عايزاه اللي هو فيه القرشه البسيطه دي، يبقى هتقللي ايه؟ السمنه. انا معايا 3 كيلو دقيق اهو، معايا كيلو ونص سمنه روابي جنه ميكس زي ما انت عايزه. بتقدحيه على النار، مش ان هي تغلي يعني تسيح وتسخن ايه، يعني تسخن جامد، ما تغليش بين السخونه والايه والغليان، ما تغليش. تمام. هنجيبه هنا بقى معانا العجوه الحشوه بتاعتنا. انا عملت كيلو عجوه على 3 كيلو، وحطيت معاهم جوز الهند، ومسكت العجوه طبعا بتبقى مفرومه، حطيتها في شويه معلقه سمنه على النار وسخنتها ودمجتها بايديا ايه الاتنين، وحطيت عليها جوز الهند. معانا بقى الحبشتكنات بتاعتنا. بصي دي المكابس اللي انا هعمل بيها. معايا واحده بيكنج باودر، وواحده خميره فوريه زي ما انتم شايفين، وسكر. تمام. السكر ده بيعمل ايه؟ السكر انا هزود كوبايه سكر، بيدي قرمشه ويدي لون بسرعه، يعني يحمر كده، بيبقى مسكر. اللي عايز يستغنى عنه يستغنى. وذره الملح طبعا بركه الخبيث. واتنين اللي هي طعم الجبن، لا اله الا الله، طعم السمنه البلدي. تمام، اسمه اسانس سمنه بلدي. والمكبس بتاع الكحك. ممكن تستغنى عن روايح الكحك دي عادي، بس انا بحطها بتبقى حلوه، بعزز النكهه يعني، بما ان مفيش طبعا سمنه بلدي، فعملت انا بسمنه روابي. تمام. هنا بقى هنضيف المكونات. جبنا دي بعد ما نخلناه هنحط الخميره الفوريه، الكيس كله زي ما انتم شايفين. انا مش بجري عشان كل واحد يستفيد يعني. تمام. هنحط الكيس الخميره الفوريه، وهنحطه معلقه كبيره بيكنج باودر عشان تبقى هش من جوه كده ومقرمش. تمام. وهنحطه اللي هي روايح الكحك. انا جبت القصانص بتاع السمنه البلدي. حطيت 2. ممكن تحطي 3، ممكن تستغني خالص، بس هي بتعزز النكهه، بتخليك كأنك بتاكلي سمنه بلدي كده. حلو يعني، مش مضر ولا حاجه. 2. ماشي. ممكن تحطي 3، ممكن تستغني خالص. حطينا بيكنج باودر والخميره والروايح وذره الملح. عدي هنقلب بقى لحد ما ندمجوهم كلهم مع بعض. حطيت ذره الملح في الاخر اهي. تمام. هندمجهم طبعا باي سباتولا، اي حاجه عندك. ماشي. ادي السكر طبعا، ضفنا السكر. هنحط سكر قد ايه؟ هنحط سكر يعني زي كوبايه سكر على ال3 كيلو ايه دي، هتديه وهتخليهم ياخدوا لون بسرعه، وهيسكروا العجينه. ماشي. وهيخليهم قرمشه حلو. اللي عايزه تستغني استغني. انا بقى ما بحطش سمسم ولا محلب ولا اي حاجه، انا زي امي معودتني كده. بيطلع معايا جميل وما بياخدش وقت. بصوا بريحه زمان، من غير اي حاجه ولا محلب ولا حاجه. لا عايز يضيف يضيف، انا بقترح طريقه. عجبتك اعتمديها، ما عجبتكيش شوفي طريقه تانية تعجبك يعني، وينعود عليكم الايام بخير. كل واحد على حسب ايه ما يحب، وحسب ما يشوف اللي يرتاح لطريقه يعملها. تمام. انا دمجتهم كلهم مع بعض. ال- الخامات يعني اللي هي البودر يعني. تمام. انا هنا هجيب السمنه. طبعا هي سبتها ايه تتقدح على النار، ما غليتش. هضيفها دلوقتي للدقيق. انا ما حبيتش اجري عشان تشوفوا ايه كل حاجه ايه، على الطبيعه كده اهي. بصي ضيفيها كلها كيلو ونص سمنه على 3 كيلو دقيق. تمام. طبعا هي بتبقى سخنه وبتقدريش تعملها بايديكي، فالاسباتولا كده ايه، تفضلي رايحه جايه فيها كده لحد ما تندمج مع بعضها، يعني يشرب الزيت السمنه وتكون بردت شويه، تعرفي ايه تبسي الكحك. ماشي. او انا مش عايزه اجري عشان كل واحد ياخد باله من كل تكايه وكل ايه وكل حاجه بعملها. ان شاء الله الطريقه تعجبكم. اهي بصوا، رايح جاي كده بالمعلقه عشان هي اصلا سخنه مش هقدر اعملها. سمنه نازله في النار. انا عامله ميكس بين جنه وبين روابي. ممكن روابي بس، ممكن جنه بس اللي ربنا منن عليه، ممكن بسمنه بلدي يبقى جميل. طبعا انا ما عنديش ده، فحطيت اللي هي ريحه السمنه البلدي. هي ده بتعزز النكهه برضو، مش هتقول لا يعني، هتبقى حلوه ان شاء الله. بصوا رايحه جايه بالسباتولا كده اهي اهو، لحد ما الدقيق ما يشرب السمنه، بس عشان هي سخنه انا مش قادره احط ايدي. تمام. انا ما جريتش المقاطع خالص، هجريها دلوقتي بس ايه، اصبروا معايا اهي.
خلاص كده شربت. تمام. همسك ايدي بقى، هستعمل ايدي. هستعمل ايدي بقى، هبس بقى الايه، الكحك. بصوا خلاص هنبسه بين كفوف ايدينا كده، هناخده حبه حبه ونشربه الدقيق السمنه اهو. بصوا اهو، بصي تاخدي بين كفوف ايديكي كده ايه، تدعكيهم في بعض لحد الدقيق ما يشرب السمنه. لحد الدقيق ما يشرب السمنه معاكي، تخلي عندك طولة بال بس. بص يا حبايبي، بسيت اهو الكحك. بصوا بين كفوف ايديا لحد الدقيق ما شرب السمنه. المرحله دي معلش هتتعبي شويه، بس هي دي سر نجاح الكحكايه معاكي. تفضلي تبسي كده بين كفوف ايديكي، يعني معلش اتعبي شويه لحد ما يتشرب خالص. هي دي اللي هتنجح الكحك معاكي لحد ما يتلم معايا عجينه اقدر اشكلها. بصوا اتلمت معايا عجينه اعملها بين كفوف ايديا. بصوا اهي، بصوا اتلمت اهي، يبقى هي كده اتبست تمام. بصي تتلم عجينه من قبل ما احط الميه كده، اتبست تمام. نبداوا بقى نجيبوا الميه الدافيه حاجه حاجه كده، واحده واحده، واعجن. ارش كده بكفوف ايديا الميه وانزل بايديا الاتنين اعجن زي ما انتوا شايفين. بصوا الميه واحده واحده عشان لا تزيد لا تزودي دقيق تاني ولا تنقصي، يبقى الميزان معاكي مظبوط. الميه تنزلي بقى واحده واحده وبكفوف ايديكي كده بايديكي، وتنزلي تعجنيها عجنه مظبوطه كده عشان تطلع معاكي عجينه حلوه. يعني بنزل بالميه واحده واحده اهو واعجن. انزل بالميه بكف ايدي كده واحده واحده واعجن. الم شمال يمين كده وتتعجن معاكي، هتبقى زي الفل. انزلي بس بالميه واحده واحده اهي. اتلمت معايا العجينه. بصوا عجنتها حلو لحد ما اتلمت عجينه حلوه اقدر اشكلها. بصوا اهي، تحطها بين كف ايديكي زي الليمونه كده، وتبداي تضغطي بصبعك كده اهي. بصوا طالعه ملساء وجميله. بصوا ما فيهاش اي تشققات. بصوا حته كمان اهي، ما فيهاش اي تشققات اهي. بصوا ماسكه نفسها اهي. بص حطيت صباعي، بصوا مفيش تشقق، ناعمه وجميله وملساء، يعني ناعمه كده طريه، ما فيهاش اي حاجه كده زي الفل. هبدا المها بس شويه كده تاني اهي، بتتلم كده، تلميها دوبا كده. بعدين نرجعوا بقى ان احنا ايه نشكلوها كده. انا بدات في التشكيل. بصوا هتجيبي كوره ليمونه كده تكوريها قد الليمونه، وتحط كنت بقى طبعا برمه العجوه حته صغيره زي ما انت شايفه كده على الطبليه. طبليه زي الفل يا جماعه اهي. بتحطيها زي الليمونه كده وتعملي نقره كده تحت وتلمي عليها العجينه، وبعدين تنقشيها واحده واحده اهي. سهله ما فيهاش اي حاجه. واحده كمان بتدعكيها في ايديكي زي الليمونه كده، تبرميها زي الليمونه، تعملي نقره كده وتحطي فيها حشوه العجوه، تقفلي عليها اهي بايديكي، ترجعي تكوريها تاني زي الليمونه وتمشي عليها بالمنقاش. هتبقى معاكي احلى كحكايه بمنتهى السهوله اهي. قعدت انا مع نفسي عملتهم اهي زي الفل، احلى كحك. كده خلصت الكميه كلها. كده خلصت الكميه كلها. ال3 كيلو دي عملوا لي قطعوا لي كتير خالص. البركه من عند ربنا. يا بركه رمضان، خليكي في الدار يا رب. يديمها علينا الايام بخير يا حبايبي. يديمها عليكم الايام بخير بصحه وعافيه يا حبايبي اهي. بصوا كل دي كميه من 3 كيلو. ينعاد عليكم الايام بخير، فرحه رمضان في الدار يا رب كده. ادي اهو بص خبزته لسه طالع من الفرن، انا قدام الفرن دلوقتي. بصوا الكحكايه طالعه، بصوا ناعمه وجميله. بصوا الحشو من جوه مستوي وزي الفل. بصوا ناعمه بتدوب اهي اهي. بصوا ناعمه وجميله زي الفل. وكل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بخير. رمضان كريم.